الجو برد جدا. قلت ان انا في الجو ده هلبس الشال الجميل بتاعي واجي اصور حلقة جديدة. الحلقة دي تعتبر واحدة من اهم الحلقات او واحد من اهم الكتب اللي انا ممكن اتكلم عنهم، يكاد يكون الاهم. الكتاب ده لما تقرأه خلاف بعد ما تقرأه، كتاب مختلف والكاتب نفسه مختلف. عشان ما اطولش عليكم كتير يلا نبدأ حلقتنا. ازيكم يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير. في الاول حابب اتكلم عن واحد من اهم الكتب اللي انا قرأتها مؤخرا، يكاد يكون الافضل بالنسبة لي. الكتاب ده مختلف عن اي كتاب قرأته، واراء الناس اللي حواليا برضو هو كتاب مختلف. الكاتب غريب، انا ما قرأتش لكاتب بالشكل ده قبل كده. الكتاب ده هو 12 Rules for Life للكاتب جوردن بيترسون، او 12 قاعدة للحياة للكاتب جوردن بيترسون. الحقيقه انا قرات الكتاب بالانجلش وهو مش عندي النسخه بتاعته. انا رحت دار الشروق اصلا عشان اجيبه، ولكن ما كانش موجود في المعرض، فممكن ابقى اجيبه من وسط البلد بقى لو هو موجود، او اجيبه من مكتبه الجامعه الامريكيه يعني. ولكن انا قراته على الكندل. الكتاب كبير شويتين وصعب الحقيقه، من اصعب الكتب، لان المنطق بتاع الكاتب غريب جدا وبيستدل بحاجات كتير قوي. عصارته كاستاذ جامعي وطبيب نفسي. الكتاب ده للكاتب والاستاذ الجامعي وعالم النفس الكاتب جوردن بيترسون. جوردن بيترسون واحد من المؤثرين في العصر الحالي، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة. الكتاب ده اتباع منه أكتر من 5 مليون نسخة تقريبا على مستوى العالم. الكتاب ده كتبه بيترسون في 15 سنة، وبيقول إن هو ناقش في الكتاب كل الأشياء اللي يجب على الشخص معرفتها. صنف العالم كله كمسرح درامي عبارة عن نظام وفوضى. الكتاب ده هو بيناقش كيف تتحول الأفكار والمعتقدات إلى أنظمة قمعية للشخص نفسه. قال إن القواعد دي بتساعد الناس على فهم ما يعرفون بالفعل، وإن الرغبة في أخذ مسؤولية معينة هي نفس الرغبة في عيش حياة ذات معنى. خليني عشان ما اطولش عليكم، أنا هحاول أصغر الفيديو ده عشان ما يطولش مني، لأن هم 12 قاعدة، فهحاول أتكلم عن كل قاعدة بسرعة. ولكن هحاول إن أنا أقول لك خلاصة فكر الراجل ده. في حاجات انا متفق معاه فيها، في حاجات انا مختلف معاه فيها، ولكن المميز في جوردن بيترسون ان هو بيستدل بحاجات من الاديان، وبيستدل بحاجات من خبراته قبل كده. فبتلاقي ان الكتاب هو شيق جدا وانت بتقراه، سواء اتفقت مع القواعد دي او اختلفت معاه، ولكن في جزء كبير من كلامه صح، وفي جزء كده بينور في دماغك اللي هو ايه طريقه التفكير دي. فعشان ما اطولش عليكم يلا اقول لكم على اول قاعده. حاول اترجم القاعده، هي بالانجلش، ولكن انا هحاول يعني اتمنى اجيب الترجمه صح يعني، لان انا سرشت كتير عشان اجيب الترجمه يعني. القاعده الاولى هي قف باعتدال وكتفيك الى الوراء. ما تبصش لاسم القاعده، لكن بمضمونها. بيقول بيترسون ان انت مش لازم تنكر ان انت جواك شخص، جزء منك العنف، جزء منك انك تكون قوي، هي جزء منك. وان الشخص الساذج هو اللي بيعتقد ان كل الاشخاص المحاطين بيه او كل الناس اخيار. فبيقول ان كل شخص لازم يكتشف ان جواه قوة حتى لو هو مش مضطر لاستخدامها. قال حاجة غريبة جدا، بيقول ان رغباتك هي اللي لازم تكون لها اولوية حتى لو انت مالكش الحق فيها. وبيقول ان وجود القوة داخلك او الغضب جواك بيخليك تتقبل، وبيخلي نظامك العصبي يتقبل الصدمات والاشياء بخلاف ما كان بيتقبلها قبل كده، حتى في اشد اللحظات الما، زي مثلا موت الوالدين، هيخليك تتقبله بطريقه مختلفه. فهو بيقول فيما معنى الكلام ان كونك شخص غاضب هيخليك شخص اقوى من وجهه نظره. القاعده الثانيه وهي عامل نفسك انت كشخص مسؤول عن مساعدته. القاعده دي حلوه قوي. بيقول فيها، هو عرف في الاول ايه هي الفوضى. الفوضى هي كل شيء غير متوقع، والنظام هو كل شيء معروف، والوعي هو فهم الفرق بين النظام والفوضى، سواء النظام او الفوضى هما مش شيء ملموس. بيقول لك ان اهمالك لنفسك هو ناتج عن عدم احترامك لها. انت مش بتحترم ذاتك، فلازم تحدد مبادئك بوضوح، وده من خلال انك تحدد انت مين وعايز ايه. زي ما قال نيتشه، الذي لديه سبب لماذا يستطيع العيش باي طريقة كانت. القاعدة الثالثة وهي كون صداقات مع اشخاص دائما يريدون الافضل لك. في القاعده دي بيقول بيترسون ان اختيار الاصدقاء لازم يكون اختيارهم بعنايه شديده، لان مستقبلك دايما مترتب على اصدقائك. انت لو عندك صديق تتمنى يكون صديق لاخوك او ابوك، هو ده الشخص فعلا اللي انت ممكن تصاحبه
او ان انت ممكن تتخذه كصديق. يعني عنده منطق غريب قوي في النقطة دي، وهي ان مش كل الناس اسوية ومش كل الناس بتساعدك عشان هم عايزين العالم افضل، لا هم بيساعدوك من باب النرجسية مش اكتر، مش من باب خلق عالم افضل ابدا. يعني بيقول ان اصدقائك الحقيقيين هيبانوا وقت ما انت تكون بتطمح لحاجة اعلى منهم، او هيبانوا بالشكل الحقيقي سواء هم اصدقاء او لا. بيقول كمان لان معظم الناس بيحبوا فكرة النزول اكتر من الصعود. يعني مثلا كمان لو انت حطيت شخص فاشل في وسط مجموعة ناجحة، هو هيساعدهم على النزول اكتر من ان هم هيساعدوه على الطلوع، لان بالنسبة للبني ادم النزول اسهل بكتير من انك تطلع. فهو في ملخص الكلام انك حاول تتحوط بناس شبهك واصحاء نفسيا. القاعدة الرابعة وهي قارن نفسك بمن كنت امس وليس بشخص اخر. القاعده دي مهمه قوي. بيقول بيترسون احنا جوانا دايما صوت بينتقد افعالنا وتصرفاتنا حتى ناجحين، وبيقارننا باعلى حد في المجال ده. فانت بتبص للشخص ده ولكن مش بتبص انت كنت فين امبارح، وده بيخليك مش عارف تستمتع باللحظه اللي انت فيها. بيقول دايما فكر نفسك انت مين وعايز تعمل ايه لنفسك. فكر بالشخص الداخلي اللي جواك ده، اتعامل معاه انه شخص اخر. انك مثلا لو خلصت التاسك ده انا هنشرب كوفي مثلا، او لو خلصت الهوم ورك ده هجيب لك شوكليت. اتعامل معاه ان هو شخص مختلف تماما. ما تخليش دايما انك انت مش في مكان مديرك انك عايز تكون مكانه، لكن شوف الشيء المناسب لك. انت بس محتاج بدل ما تبقى زعلان انك مش في مكان مديرك، انت محتاج تفكر في الشيء المناسب لك والمناسب مع امكانياتك، فيما معناه شوف الشيء اللي انت عايزه. وده انا عاصرته في ارض الواقع فعلا، يعني في حياتي من فترة قريبة. القاعدة الخامسة وهي لا تجعل اطفالك يقومون بشيء يجعلك تكرههم. القاعدة دي جميلة قوي. يعني بيقول بيترسون ان معظم الاباء والامهات بيتساهلوا مع الاطفال عشان ما يفقدوش صداقتهم، ولكن هو عنده منطق غريب قوي. بيقول ان الاطفال بيكون دايما عندهم اصدقاء بره، يعني دايما هيقدر يكون صداقات كتير في الشارع، لكن هو عنده اب وام واحدة. بيقول ان الناس الشائع ان الحدود بتقلل الابداع عند الاطفال، ولكن قال ان الابحاث العلمية اثبتت ان الحدود بتزود الابداع ومش بتقلله، وان الاطفال لازم يتحط ليهم قواعد للتربية. رقم 6 اجعل منزلك في نظام تام قبل انتقاد العالم. القاعدة دي بسيطة، هو انك تسأل نفسك هل انت استفدت بكل الفرص اللي اتيحت لك؟ هل فعلا انت بتقول اللي المفروض تقوله وانك بتشتغل بالطريقة اللي المفروض تشتغل بيها؟ اذا كانت الاجابة لا، فانت لازم تقف كده عن انك تنتقد الحكومة والدولة والرأسمالية وان هم كل الناس السبب ضدك. لازم تكون حياتك مستوية الأول عشان تقدر تنتقد العوامل الخارجية. فبمجرد ما تقدر تواجه نفسك بالنقط دي هتكون قادر على مواجهة العالم دون أن تنحدر إلى أسفل. رقم 7 وهي اسعى لما هو ذا معنى وليس لما هو نفع. يقول خليك مقتنع تماما انك لازم تضحي عشان تحصل على الافضل، وكلما زادت التضحية كلما زادت المكافأة. اسعى للشيء اللي له منفعة او له هدف اكبر، والمنفعة هتتحقق بشكل مباشر. فهو بيقصد هنا ان الشيء لما يكون ذا معنى هو المعنى الناضج من المنفعة. رقم 8 قل الحقيقة او على الاقل لا تكذب. عجبتني قوي القاعدة دي. قال بيترسون انك لا يمكن انك تقدر تكون رؤية واضحة لنفسك وانت غير صادق مع نفسك. انت لو كنت صادق مع نفسك حتى مع رغباتك ده مش هيولد عندك كبت. هتقدر من خلال كده تقدر تتعامل مع اي موقف جديد او مكان تتحط فيه. فبيقول ان لو انت شايف ان حياتك مش ماشية بالشكل اللي انت حابه، لازم تواجه نفسك بالحقيقة المجردة، سواء من اي ايديولوجية او فكر معين او مجردة من اي شيء، سواء تقاليد بقى او اي حاجة. قول الحقيقة مع نفسك، يعني قول اللي انت حاسس بيه. مثلا هل انا محبط، انا ضعيف، انا مكسور، اي احساس انت حاسه، احساس بالضعف، احساس بالرفض، اي حاجة قولها، وقولها بحقيقة مجردة، ما تزينش الكلام. فهو مختصر ده ان هو جرب تقول الحقيقة دايما، او على الاقل ما تكذبش. رقم 9 افترض دوما ان الشخص الذي تكلمه يعرف ما لا تعرفه. الكلام ده حلو جدا. بيقول لك اسمع كويس لاي شخص انت بتكلمه، واسمع كمان لنفسك. تأكد تماما من فهمك لكل حوار تدخله مع شخص آخر. بيقول بيترسون ان الناس بتعتقد ان هم لما بيفكروا مع نفسهم هم فعلا بيفكروا، ولكن ده غلط. هم بس بينتقدوا نفسهم، ولكن التفكير بيجي من الحوار بين شخصين. دايما حاول انك
تجري محادثة انك بتطمح للافضل او انك عايز شيء افضل، وبعد ما تستمع لشخص معين لخص كلامه، وده هيبين لك هل الشخص ده هش ولا الشخص ده بيبني كلامه على اسس ومنطق علمي او اسس ومنطق هو بيعرف يفكر بيه. فهو بيلخص ان الحوار مع الاشخاص هو مش بيكون للتنافس ولكن هو للتعلم. انا حاسس ان الفيديو طويل قوي. رقم 10 وهي كن دقيقا في خطابك. لما يكون عندك هدف معين اختار كلامك ومواقفك لخدمة الهدف ده من غير عشوائية بقى، ومن غير ما تراهن هل الناس التانية فاهمين او لا، ومن غير ما تراهن على فهم الاخرين وذكائهم. ما تعملش كده، بمعنى انك تكون واضح في كلامك ومنطقي. جزء كبير من حل المشكلة هو التكلم بوضوح عن المشكلة والاعتراف بيها، وده هيخليك تقدر تحلها. رقم 11 وهي لا تزعج الأطفال خلال لعبهم. جوردن بيترسون وهو في الجامعة كان بيشوف أطفال بيتزلجوا، رياضة التزلج، فكانوا بيقعوا ويقوموا يكملوا، بيقعوا ويقوموا يكملوا. ومن هنا قال إنك لازم تاخد المخاطرة دايما، عشان ما تخليش خوفك هو اللي يسيطر عليك. فكرة السقوط والوقوف مجددا دي فكرة طبيعية لنا، فاحنا عادي إن احنا نقع ونقوم ونكمل، فده جزء مننا. القاعدة الأخيرة رقم 12 وهي مسماها غريب قوي، داعب القطة عندما تجدها في الشارع. بيقول ان الخوف والألم والحزن هو جزء مننا وجزء من طبيعتنا البشرية، ولكن هو مش جزء دائم. فهو بيقول انك حاول تستمتع بكل لحظة في حياتك، حاول تيجي في لحظات تنسى كل مشاكلك وتنسى كل تفكيرك وتستمتع بس باللحظة دي. حاول تستغل كل ثانية في انك تقدر نعمة الحياة. فبيقول حاول تبص دايما في كل شيء ان فيه جانب جمالي، وان فيه جزء جميل لسه انت ما شفتوش. فهو بيقول في ملخص القاعدة دي حاول تتبسط بكل اللحظات بتاعتك، وما تخليش مشاكلك دايما تفسد عليك لحظاتك يعني. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنونا في الحلقة اللي جاية. مش عارف لما بقول ليه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، بحس ان انا بتكلم زي الناس اللي هي الانفلونسرز بقى والناس الفلوجرز وانا مش كده يا جماعة والله يعني. فبحس الموضوع، بس هو لازم الناس بتقول كده لازم اقول يعني. تمام يعني، لو عجبكم الفيديو بقى يا جماعة شيروه وكده. بس اشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.